الاعلام بيعامل نادي الزمالك كانه عدو، كان انبي هيلاعب فرقه من تل ابيب، كان انبي هيلاعب فرقه اجنبيه مش فرقه مصريه. يستضيفوا لعيب ويقعدوا يحفزوا في اللعيبه، ويستضيفوا رئيس النادي ويقول له هتدي مكافآت للعيبه كام وهتعمل ايه، كأن نادي الزمالك ده حرب، نفسهم يوقعوا نادي الزمالك عشان خاطر الاهلي يتساوى معاه في النقاط. بس شوف ربنا سبحان الله، ان ربك لبالمرصاد. الاهلي بيخسر من طلائع الجيش، بيخسر من طلائع الجيش اقسم بالله. يعني الفرقه المركز ال 16 الاهلي بيخسر منها، ومش يعني 2-1 وعدي كده، ده الشناوي كمان تألق الماتش ده وفرد ايده وفرد رجله، وسبحان الله باذن الله الزمالك هيكسب انبي وهيفرق ب6 نقط ان شاء الله باذن الله، ما ان ربك لبالمرصاد. ما شفناكوش جبتوا حد من طلائع الجيش ولا مدرب ولا لعيب ولا قلت لهم هتعملوا ايه. اشمعنى لما الزمالك هيلاعب انبي قعدتوا تجيبوا ده وده؟ حرب. اقسم بالله البطولات لازم اداره الزمالك تبقى فاهمه ان البطولات بتتلعب من بره الملعب قبل من جوه الملعب، وبتتاخد من بره الملعب قبل من جوه الملعب. بس ربك بالمرصاد سبحان الله. نادي واحد معاه عربيه 128 بيسابق واحد معاه عربيه فيراري، وسبحان الله اللي معاه عربيه 128 سالكه معاه وماشيه ومفيش مطبات ومفيش حفر وسابق وفارق، واللي معاه فيراري كل شويه يقع في حفره ويقع في نقره ويتخبط. سبحان الله. فلوسكم فيها حاجه غلط، صفقاتكم فيها حاجه غلط. صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم، يعمل شير وفولو لايك.